هو فضل معايا حوالي 120,000. ما فيش، ما كملتش يوم خسرت 120,000 جنيه. دي ألعب من المخدرات بمليون مرة. هي اللي بتخليك بتضرب مخدرات. البرامج دي افظع من الحريم وافظع من المخدرات. البرامج دي بتدمر بجد. 3000 قبل الميلاد بدأت المراهنات في بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق القديمة. يعني المراهنات كانت بشكل بدائي أكيد يعني عشان دول من زمان. كان عندهم لعبة اسمها اللعبة الملكية، واللعبة دي عبارة عن نرد وشوية حظ، زي اللعبة اللي بتبقى على القهوة دي اللي هي بيرموا فيها النرد، بس أنا مش عارف اسمها يعني. المهم هم ما كانوش عارفين، ما كانوش يعرفوا إنها مراهنات وكده، عشان ما كانوش يعرفوا إنها حرام يعني. عرفوا مع اللعب بالممارسة يعني. شوف يا اخي اي حاجه بتبقى بالممارسه حتى الجمهور. وكمان ما كانوش بيراهنوا على فلوس زي دلوقتي، لا كانوا بيراهنوا على حاجات ابسط. كانوا بيراهنوا مثلا على اكل، او كان على جاريه، حاجات ابسط. مش بقول لك حاجات ابسط، استغفر الله العظيم يعني. كمان كان عندهم حاجه اسمها العرافه، مش البرنامج، لا العرافه دي كانوا بيعرفوا بيها مستقبلهم، هم اللي بيقولوا مش عارف. وده كذب طبعا يعني، ما تصدقوهمش. خلصنا من العراق نخش على الدنيا مصر. زمان في ايام الفراعنه واجدادنا كان في لعبه اسمها السنت، اللي هي شبه الشطرنج يعني، شبه الشطرنج شويه. الشطرنج مش حرام انا عارف يعني، عشان ما تعلقش انا بقول شبهها. في القرن ال19 وال20 الناس ركزت بقى على سباقات الخيل، وده ما كانش لاي حد، اللي كان لكبارات البلد يعني. وطبعا كان في كازونات للاجانب او الاحتلال اللي كان على مصر. انت سمعت عن حاجه اسمها لعبه اليانصيب، ولعبه اليانصيب دي كانوا بياخدوا مثلا عمله، او كانوا بيشتروا عمله وانت وحظك ممكن تكسب في العمله دي 200 جنيه، و200 جنيه وقتها كانت فلوس يعني. طيب احنا كنا شفنا الرهان من غير فلوس، كانوا بيراهنوا على اكل وبيت او اي حاجه غير الفلوس. احنا عايزين نطور الموضوع وعايزين ندخل الفلوس في الموضوع، عايزين نلعب على كبير يعني. اليونان القديمه بدات المراهنات على الفلوس، زي الالعاب الاولمبيه القديمه. الناس كانوا بيحطوا فلوس على مين اللي هيكسب في المصارعه او النزال يعني، مين اللي هيدش من التاني وياخد فلوس، او سباقات الخيل. وده سباقات الخيل يعني كانت مشهوره بشكل خرافي زمان يعني، هتلاقيها في الافلام او في المسلسلات لو انت اتفرجت على افلام قديمه. وده طبعا يعتبر اول مراهنه رياضيه في التاريخ. طيب وايه كمان؟ كان عندهم نرد اسمه استروجولوي، يا رب اكون نطقته صح. لعبه نرد يونانيه كانوا بيستخدموها، واللعبه دي عباره عن كحل الغنم او عظم الغنم، فاهم اللي هي الصوره دي يعني، عظم الغنم اللي هو ده او الكاحل بالتقريب يعني. كانت عباره عن 4 جوانب مستطيله عامله زي النرد حاليا يعني. كانوا بيرموا 4 أو 5 من الكاحل ده يعني، كل واحد كان معاه 4 أو 5 كانوا بيرموهم على الارض، والهدف منها ان هم بيجمعوا اكبر رقم من العظم اللي رميه يعني. العظمه في كل جنب منها فيها رقم يعني، في خرام، والاخرام دي بتعدي كارقام. اكتر واحد جمع اعداد من العظم ده فهو اللي كسب، وهكذا يعني. يا رب تكون فهمت. الموضوع ده كان منتشر ما بين الجنود والشباب وقتها. والتجيل بقى ان هم كانوا بيراهنوا على مين اللي هيكسب التاني في النزال، او مين اللي هيموت التاني في النزال. وده مش قديم، وكانوا بيراهنوا طبعا بمبالغ كبيره. ده روح يا عم، والروح غاليه طبعا. مدينه الخطيئه، مدينه لاس فيغاس، المدينه التي لا تنام، اللي اكتشفها الاسبان في القرن ال19 وسموها لاس فيغاس بمعنى السهول. ليه سموها لاس فيغاس او ليه سموها سهول؟ اللي بيقول لك لان كان حواليها مروج او خضروات، مروج اللي هي الهضاب يعني وخضروات، عشان كده سموها لاس فيغاس. لاس فيغاس دي كانت عباره عن مواصلات يعني، قطارات وسكه وحديد وعرج وتلزيق ودنيا مع لمبه الله. كلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي. بس 1905 قررت شركه السكه الحديد ان هم يبيعوا الارض دي في المزاد العلني، وبعد ما اتباعت بقت محطة سكة الحديد، وده ساعدهم على ان هم يوفروا ميه في المكان. بس 1911 تأسست بشكل رسمي وخلاها مدينة اسمها موحدة، بقى لها اسم موحد اللي هو لاس فيغاس. 1931 في الزمن ده بقى حصل الحاجات المهمة في الفيديو ده اللي احنا بنتكلم عليها. بنتكلم على المراهنات او عن الجمار. في 1931 لاس فيغاس بقت عاصمة للجمار. هتقول لي ليه؟ لأن ولاية نيفادا التابعة لأمريكا أتاحت الموضوع ده، حللت الحرام. ليه؟ لأن ولاية نيفادا دي كانت تابعة لأمريكا، وأمريكا ما كانش فيها فلوس، أو كانت في فترة كساد يعني. مش مهم، هما كده يعني كفار يعني، والعياذ بالله. وحسبي الله ونعم الوكيل. ومن هنا بقت لاس فيغاس عاصمة للترفيه في العالم كله. مش عارف أنا ليه وصلت لاس فيغاس في الفيديو ده، بس مش مهم يعني، هذه معلومة عشان معلومة خليها ليك للزمن. عدة معلومات. The house always wins، والجملة دي بتتقال على الكازينوهات. يعني ايه؟ الكازينو دايما بيكسب، حتى لو 1 من 1000، حتى لو 1 من 100، انت مش اذكى منهم، هما كده هيكسب وهياخدوا من فلوسك يعني، هياخدوا من فلوسك. لان اصلا الالعاب دي مصممه عشان كده، هم معمول عشان يخسروك، مش معمول عشان يكسبوك. زي نظام الجمهور الالكتروني يعني، يا رب تكون ما سمعتش عنه. مستحيل اللي هتاخده هيكون هو نفس اللي حطيته يعني. من البلد كده مفيش حاجه اسمها هلعب لحد ما اعوض، في حاجه اسمها هلعب لحد ما اخسر واروح اجيب فلوس تانية وهلعب لحد ما اخسر. مفيش حاجه هلعب لحد ما اعوض، عشان انت مستحيل تعوض معاهم.
المفروض بعد ما انت معرفة ان انت هتخسر، فالمفروض ان انت ما تكملش في اللعب. لكن لا، الناس بعد ما عرفت الموضوع ده فنسبة الجمار زادت، او نسبة المراهنات زادت بنسبة 3 اضعاف اكتر واكتر واكتر، بالاخص بمراهنات الاونلاين. وده يدخلنا في حاجه اسمها الادمان. في مقاله بتقول او في بحث بيقول ان الناس اللي بتدمن الجمار مش بس ضعيفه الاراده، لا، لكن في حاجات بتحصل جوه المخ بتخلي الشخص يقرر اللي هو يلعب حتى لو هيخسر. ليه الجمار بيشد الناس؟ ده سؤال. ليه الجمار بيشد الناس؟ لان الجمار معمول اصلا بشكل انه يخلي الشخص يكمل لعب. هتقول لي زي ايه؟ زي مثلا ان مره تكسب ومره تخسر، وده بيخلي المخ متحمس دايما. وجمله انك كنت لسه هتكسب، ان انت كنت لسه هتكسب او كنت جربت ان انت هتكسب، بتخليك تكمل علشان انت كده كده كنت قريب من الفوز، فده بيخليك تكمل عشان تفوز. فاهم؟ فهي معمول عشان كده، بيضحكوا عليك يعني. تاني حاجه ان هم بيحسسوك ان انت بتتحكم في اللعبه. يعني انت بتختار الرقم، وانت اللي بتحط الرقم ده. مثلا الطياره هتضرب عند كذا، فانت بتختار الرقم ده، فانت المتحكم مش هم المتحكمين. جوه الكازينو نفسه زمان الاصوات والموسيقى والاضاءات، الثلاثه دول كانوا عامل اساسي ان يخلي الناس يكملوا في الكازينوهات. ليه؟ لان الموسيقى كانت لازم تبقى موسيقى معينه، والاصوات لازم تبقى اصوات معينه، والاضاءه لازم تبقى اضاءه معينه. ليه؟ عشان يخلوا المخ يتحمس ويكمل لعب. هم دارسين الموضوع يعني. الحاجات التلاته اللي انا قلت لك دي بيخلوا الواحد يكمل لعب مره واثنين وثلاثه وما بيزهقش. كمان في مقال او بحث بيقول ان ادمان الجمار بيحصل بسبب خلاف في 3 انظمه في المخ. الاول هو النظام الاندفاعي، والنظام ده بيخليك تخش بدماغك. بهزر طبعا يعني. النظام ده بيخليك تحب المكافآت السريعه، بيخليك تتصرف كده بتلقائيه من غير ما تحسب. لا، النظام ده من اسمه يعني، اسمه النظام الاندفاعي. في مدمن الجمار بقى الكلام ده بيبقى زياده عن الطبيعي. هو بيبقى فيه الكلام ده في اي انسان، لكن في مدمن الجمار نفسه او في مدمن اي حاجه غير الجمار بيبقى الموضوع زياده عن الطبيعي. تاني نظام هو النظام العاجل، من اسمه يعني ان النظام ده بيخليك تفكر الاول قبل ما تعمل الحاجه. وطبعا ده في مدمن الجمار بيبقى صعب ان هو يفكر في الحاجات دي. الكلام ده مش في ادمان الجمار بس، ده في اي ادمان. فالشخص بيبقى عارف ان هو بيخسر فلوس او بيخسر صحه او بيخسر اي حاجه او بيخسر عقله ومكمل في اللعب. تالت نظام هو نظام الرغبه. ونظام الرغبه ده عباره عن ايه؟ بيحول الاحساس لرغبه جواك. يعني مثلا انت مضغوط، انت توتر، انت مكتئب، انت فاضي، فاهم؟ كل الحاجات دي بتتحول لحاجه اسمها رغبه، بيخلي الانسان يتحول لرغبته مهما كانت رغبته. لعب جمار، اي حاجه غير الجمار، اي ادمان، فهو مكمل فيه. وده يودينا لمقوله نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نرجع للموضوع كده، عرفنا الادمان بيجي منين. في كتاب ادكشن او في مقاله ادكشن باي ديزاين، يعني ادمان متصمم عمدا، ان الناس فاكره ان المجمد او الشخص مدمن الجمار ده بيلعب علشان يكسب فلوس. في الكتاب ان الشخص اللي كتب الكتاب ده اكتشف ان كتير من مدمنين الجمار بيلعبوا مش عشان المكسب، بيلعبوا علشان يدخلوا في حاله اسمها الماشين زون. والماشين زون دي عباره عن تنويم او الغيبوبه، او الشخص بينسى وقته ومشاكله وجسمه وينعزل عن العالم تماما. نرجع لادكشن باي ديزاين، او الباحث بيقول ان شركات الجمار بتدرس سلوك الشخص وهو بيلعب عشان يفهموا هو بيفكر ازاي ويصمموا اللعب على اساس تفكيره. بيراقبوا ردودهم وافعالهم، بيعدلوا تصاميم اللعبه، كل ده عشان يزودوا التايم اوف ديفايس، عشان يخلوك تكمل في اللعب مهما حصل. واهم فكره في الكتاب ان الكتاب بيتكلم في حاجه، ان الانسان مش مدرك ان هو مدمن. لا، طيب المنصه دي بتعمل اعلانات بشكل مش طبيعي، مجرد بس تدخل وتبدا في اللعب. والمشكله ان الناس اللي بتعمل اعلانات في الابلكيشن ده ناس معروفه وبلوجرز ومؤثرين، وفي معظم متابعينهم بيحبوه، فاي كلمه هيقول عن المنصه دي فهيدخلوا. ده لدرجه ان في فيديو يعني كريم السيد لما كان عامل فيديو عن المدمنين، كان في حته كان شخص يعني المدمن ده كان بيقول ان في اماكن في مصر بتدعم الحاجات دي. في اماكن مخصوص بقت مخصصه سنترال لشحن الالعاب ديت ويشجعوا الشباب. والفكره في الجمار انك مش بتحس بالفلوس انت بتخسرها. يعني انت مش ماسك فلوس وبتدفعها وبتخسرها، لا، انت بتحط فلوس في ابلكيشن، بتحط فلوس في حته حديده، فانت مش بتحس بيها، فعشان كده الموضوع سهل. ده غير طبعا موضوع المراهنات في الكوره ده. فبس يعني موضوع المراهنات في الكوره ده باذن الله نعمل عليه حلقه كبيره، خلص امتحانات. فبس كده يعني احنا خلصنا الفيديو. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان نكمل. وبس اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. اكتئاب جوه المصحة، مش عارف، مش مصدق نفسي اللي انا وصلت له. يعني ما افكر في مراتي، في عيالي، في شغلي، في بيتي، في محلاتي، كل شيء راح.